5 أعمال هقترحهم عليك كل يوم في رمضان، وكل ما تخش سريرك بالليل تسأل نفسك عملت الأعمال دي على الوجه الحسن ولا لا. أول حاجة الصيام، تسأل نفسك أنا النهاردة كان صيامي يرضي ربنا ولا لا، راضي عن يوم صيامي ولا لا. تاني حاجة كف اللسان عن الغيبة والكذب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رقم 3 شغلك، لأن يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ما أنت بتدعي وأنت صايم. طب حلل لقمة عيشك بالشغل الكويس وعدم الكروتة في الشغل، فشغلك. رقم 4 الدعاء، انك تكون دعيت النهارده في يومك، لان للصائم دعوة لا ترد. رقم 5 حظك من قيام الليل والقرآن، الاتنين دول مع بعض، لان انت ممكن تصلي قيام الليل بوردك القرآني. لو بتصلي في المسجد يا سلام، شيء جميل، ولو مش بتصلي في المسجد حاول تخلي وردك القرآني جزء منه بره الصلاة وجزء جوه الصلاة، فتسأل نفسك قبل ما تنام عملت ايه في القرآن وفي قيام الليل، ولو بركعتين خفيفتين. والله أعلم. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. من اخر فيديو جايلكم بفيديو جديد، يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. ابتديت كده من اول اليوم بعد ما الولاد راحوا المدرسه كان عندهم امتحانات، اكيد انتوا كمان اولادكم عندهم امتحانات، ربنا ينجح الولاد كلها يا رب. قلت هبدا اعمل الحاجات اللي هتاخد وقت ولازم احطها في التلاجة علشان يعني تاخد وقتها. اول حاجه عملت جيلي، وقدمته كده يعني حبة سادة وحبة بالموز، علشان اللي عايز كده ياخد واللي عايز كده ياخد، وكل واحد على حسب ما بيحب. عملت الجيلي وحطيته في التلاجة عشان يعني على ما يجي بعد الفطار كده ان شاء الله يكون جمد والولاد تقدر تاكله. كمان انا النهارده هعمل الفطار سندوتشات برجر وبطاطس محمرة وسلطة كولي سلو. قلت هعمل برضو سلطة الكولي سلو واحطها في التلاجة علشان اخلص من الحاجات اللي يعني مش هي ما بتاخدش وقت في تحضيرها، بس بتحتاج وقت ان هي تقعد في التلاجة. قطعت كده الجزر وهجيب الكرنب بتاع السلطة. طبعا لو مش متوفر عندك كرنب السلطة تقدري تعمليها بالكابوتشا عادي جدا، بس انا كان عندي كرنب سلطه فاخدت كده منها قطعه وابتديت ان انا اقطعها. الكولي سلو بتبقى الكرنب متقطع قطع صغيره بس مش رفيعه قوي. تمام، قطعتها كده وهبدأ اضيفهم بقى على الجزر علشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. حطيتهم هنا كده. طبعا الكول سلو من الحاجات السهلة السريعة اللي كلنا بنحبها مع سندوتشات الوجبات السريعة. حطيت عليهم علبة من الزبادي. انا استخدمت زبادي بلدي، لو انت عايزة تستخدمي زبادي اللي هو الشركات مفيش مشكلة، زبادي بيتي مفيش اي مشكلة. وحطيت حبة من العسل، تقدري تستبدلي العسل بالسكر. وهحط كده حبة من المايونيز. وخلاص على كده سلطة الكول سلو بقت جاهزة. هقلب بقى كل الكلام الحلو ده وهغلفها بستريتش راب وهدخلها على التلاجة. الحاجات دي بتسهل عليا انا، يعني الحاجات دي عملتها الصبح بدري جدا. الولاد نزلوا من هنا على 7:10 7:15، وانا ابتديت اشتغل في الحاجات دي، وزي ما قلتلكوا هتتحط في التلاجة. وانا الفطار عندي سهل وبسيط فمش هياخد مني وقت. خلصت كده سلطة الكول سلو ويلا بينا على التلاجة هي كمان عشان تاخد وقتها. طيب، كنت محتاجة اعمل زبادي. طبعا الزبادي في الجهاز بياخد تقريبا من 6 ل 8 ساعات. انا عندي مكنة الزبادي بتاعة تيفال زهران. ناس كتير قوي سألتني عليها هي حلوة ولا لأ. حلوة جدا جدا جدا، وبجد منجزة جدا وبتطلع الزبادي خطير. انا جبت كده كيلو من اللبن البلدي وغليته وسبته لما بقى هادي خالص. وبعد كده جبت علبة زبادي وهبدأ اضيفها على اللبن. بس انا خدت كده حبة من اللبن صغيرين وابتديت ادوب فيهم الزبادي عشان الزبادي ما يبقاش فيه تكتلات. وهبدأ بقى اضيفه على اللبن. كل كيلو لبن بياخد علبة زبادي واحدة بس. وهنقلب الكلام الحلو ده كله وهبدأ احطه في الاكواب. طيب، الناس اللي عايزين يجيبوا جهاز او صانع الزبادي وخايفين، هو حلو جدا. انا كنت جايباه بقالي كتير، دلوقتي معرفش سعره ايه فمش هنتكلم في الاسعار.
هو عملي وجميل وسهل في التنظيف وما بياخدش مساحة في التخزين، ودي كلها الحاجات اللي احنا بنحبها في الأجهزة اللي بنستخدمها في البيت. أهم حاجة بعد ما بتحطي اللبن في الأكواب الجهاز ما يتحركش من مكانه. غطيت كده الزبادي وهشغل الكهرباء علشان تبدأ عملية التخمير. كيلو اللبن عمل لي 8 أكواب من صانع الزبادي وفخارة صغيرة. هنا كده كان عدى التمن أو يعني في حدود 7 ساعات تقريبا. شلت الغطا، بس تشيلوه بالراحة خالص بحيث ان الأبخرة اللي اترسبت في الغطا ما تنزلش في أكواب الزبادي. هنا الفخارة دي انا كنت حطاها في الفرن، كنت مشغلة الفرن، وبعد كده حطيت الفخار وقفلت الفرن وما فتحتوش خالص برضو. هخرج كده الاكواب من المكنة وهبدأ ان انا اغطيها، وزي ما شفتوا متماسكة وحلوة جدا 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 وطعمها خطير. اهم حاجة بقى الاغطية دي انتي مش بتحطيها طبعا والجهاز شغال، بتحطيها بعد ما الجهاز يخلص تخمير. وخلاص على كده غطيت الزبادي، وهيتحط بقى في التلاجة علشان ان شاء الله نتسحر بيه. خطير، تقدري تستخدمي العبوات من دي علشان يعني تعملي بيها زبادي مرة كمان لحد 3 مرات. قلت بقى هدخل على الغرفة بتاعتي ما فيهاش شغل كتير غير هنغير الملايات هي وغرفة الأطفال. غيرت الملايات وحطيت دفاية جديدة نظيفة، هي مش جديدة قصدي نظيفة يعني. وبعد كده خلاص هبدأ بالمكنسة اشفط الارض وشكرا على كده. وانا لمعت الاتنين كومود والتسريحة. كل ده يعني انا خلصت الحاجات دي كلها وكانت الساعة لسه ما جاتش 10 الصبح. يعني كمان كنت خلصت غرفة الأطفال وما كانتش فعلا جات الساعة 10. أولا التنظيف في عدم وجود أطفال بيكون منجز أكتر وسريع أكتر. مفيش حد بيقولك يا ماما أكليني، يا ماما شربيني، ماما ذاكريلي الكلام ده كله. كمان أنا الصبح بدري كنت عايزة أخلص عشان كان ورايا بقى حاجات كتير، والفترة دي زي ما قلت لكم الولاد بتمتحن، فعايزة بعد الفطار ما يبقاش ورايا أي حاجة غير المذاكرة بتاعة الولاد. وطبعا لازم البيت يكون نضيف عشان يرجعوا من المدرسة بيبقوا مفرهدين طبعا في الصيام والكلام ده كله، فيرجعوا يلاقوا مكان نضيف يرتاحوا فيه. شفطت كده بالمكنسة وخلاص خلصت الغرفة بتاعتي ودخلت على غرفة الولاد. برضو غيرت الملايات وحطيت دفايات جديدة كده نضيفة. وخلاص على كده الغرفة خلصت، وبرضو بالمكنسة كده على السريع. وخلاص خلصت كل الحاجات دي. كان عندي بقى غسيل عايز يتطبق طبقته، وكان في غسيل عايز يتنشر نشرته، وفي غسيل عايز يتحط في الغسالة علشان اجهزه انه يتغسل عملت كده. وكان في شوية خضار كده عايزين يتحطوا في التلاجة. عملت حاجات كتير جدا. بعد كده قعدت قرأت في القرآن شوية. قولولي بقى انتوا وصلتوا في الجزء الكام وقربتوا تختموا ولا لسه، والناس اللي ختمت وربنا قدرها وختمت مرة او 2 تعرفوني. هنا كده كان المغرب أذن. قدمت بقى سندوتشات البرجر مع كولي سلو مع بطاطس محمرة وعليها توابل بطاطس مع مشروب التمر اللي احنا عاملينه في البيت الخطير جدا. هتلاقوا الفيديو بتاع التمر على القناة. وكان فطار سهل وسريع والولاد بيحبوه جدا، وانا عن نفسي بحب البرجر جدا. طبعا سندوتشات البرجر كان فيها كابوتشا وكان فيها طماطم وكان فيها بصل وكان فيها كاتشب وكان فيها صوص جبنة شيدر وصوص برجر. كان فيها حاجات كتير جدا، فكانت عاملة طعم خطير. تخيلوا الوجبة دي لو هتاكلوها بره هتبقى بكام، فلما انتي تبقي عاملاها في البيت افضل بكتير. تعالوا بقى للفقرة اللذيذة جدا اللي انا يعني بجد اتبسطت بيها السنة دي قوي. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وربنا يهدي ولادنا جميعا ويفرحكم بأولادكم وتشوفوهم أحسن مما تتمنوا. هنا كانوا الولاد ادوني هدايا عيد الأم. أنا بقى اتفاجئت بالهدايا دي ان هم جابوها. أولا
هم كانوا محوشين فلوس وكانوا بينزلوا يجيبوا حاجات يقولوا لي استني هنا ويدخلوا هم المحل وما يرضوش يخلوني ادخل معاهم. فانا اتفاجئت والله بالهدايا وبجد فرحوا قلبي بيها جدا جدا جدا. البوكس ده على شكل قلب زي ما انتم شايفين، دي هدية اياد. تمام. انا جيت افتح الهدية راح قال لي لا انا اللي هفتح، وهنا هو بيعمل لكم باي باي. قال لي غمضي عينك وطلعي الهدايا، فانا فعلا كنت بغمض عيني وبطلع الهدايا وهو يروح قافل البوكس تاني. جاب لي الباكت بتاع الحلقان ده حلو قوي وكان عاجبني الحلقة اللي شكل خروف. وجاب لي جل صبار. انا فعلا والله كنت بغمض عيني معاكم هنا في الفيديو وبمد ايدي وامسك الحاجات واطلعها، وبجد كلها حاجات حلوة قوي. وهنا جاب لي مسكرة. انا كنت بتكلمه قدامهم على فكرة ان انا كنت عايزة اشتري مسكرة، فهو جابها حلوة برضو والفرشة بتاعتها جميلة. وهنا جاب لي مرطب شفايف حلو برضو جميل جدا. وجاب لي قلم ايلاينر. بصوا انا ما بحطش الكلام ده بصراحة، بس انا هستخدمهم والله عشان هو اللي جابهم لي. والسبراي ده خطير، تحفة 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 تحفة، ريحته في منتهى الجمال بجد. اتبسطت بالهدية قوي قوي. ربنا يخليك يا اياد وما تحرمش منك ابدا وتعيش وتجيب لي يا حبيبي. بجد والله الهدية كانت قمر. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في هدايا عيد الام، وطبعا تقولوا لإياد شكرا وتشجعوه ان هو عمل حاجة زي كده، وانتوا كمان شجعوا ولادكم ان هم يفتكروكم ولو بحاجة بسيطة. دي بقى هدية آسر، حاططها لي في الشنطة القمر دي. تعالوا بقى، وهنا بيقول لكم باي باي. جاب لي بقى آسر التونيك ده. بصوا بقى لونه حلو قوي وخامته جميلة جدا. هو جاب لي تونيك صيفي وتونيك شتوي هتشوفوه معايا دلوقتي. والكم بتاعه كده مش كم كامل، اللي هو تلت كم، والقصة اللي فيه دي مش عندي وما استخدمتهاش يعني قبل كده، فنشوف. هو شكله حلو جدا على فكرة. وجاب لي كمان تونيك شتوي. جاب لي واحد صيفي وواحد شتوي. ده لونه نبيتي، هو لونه نبيتي بس هو ظاهر في الكاميرا احمر، بس هو في الحقيقة نبيتي. شكله حلو قوي وعليه تطريزات كده من على الكم. وجاب لي البرفيوم ده جود جيرل حلوة قوي برضو. وجاب لي ميجا عشان هو عارف ان انا بحب الميجا جدا، الميجا دي عشقي. وجاب لي برفيوم سكاندل حلو برضو جدا جدا جدا. شكرا يا آسر وشكرا يا اياد، وما تحرمش منكم ابدا، وربنا يخليكم ليا ويطرح فيكم البركة يا رب، ودايما تكونوا برين بيا واشوفكم احسن الناس كلها والله العظيم. الهدايا فرحت قلبي جدا. خدنا الهدايا، وده ما يمنعش ان احنا نذاكر بعد ما خدنا الهدايا وخلصنا الهوم وورك بتاعنا وشوفنا كل اللي ورانا، وجاء وقت السحور. جيت بقى قلت احضر سحور كده حلو كده، وسحور شعبي بقى. حطيت بصل اخضر وجرجير وخيار وطماطم، وحطيت كمان طعمية وبتنجان وبطاطس، وحطيت مخللات. وبجد كان السحور حلو قوي. وعملت بيض بالبسطرمة. الولاد بيحبوا الاكل ده بقى جدا. وحطيت فول. وده بيض بالخضار يعني بالطماطم والبصل والفلفل. وحطيت كمان العيش وبألف هنا وشفا. ودي كانت طعمية كنت عاملاها في الاير فراير. بصوا طالعة قمر. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وهستنى رأيكم. ويا ريت تشجعوا كل ولادكم ان هم يفتكروكم ولو بحاجة بسيطة، ومش شرط طبعا في عيد الام، الام ملهاش عيد. ربنا يا رب يخلي كل امهاتنا اللي عايشين ويديهم الصحة والبركة، ويرحم كل الامهات المتوفية. باي باي.